welcome بعد حلقة النهاردة هحاول أختم اللعبة في 1 minute. أيوة زي ما سمعت 1 minute. فبص كده هلاك الدنيا. طبعا في فترة الغيبة دي كنت بمرن العضلات البدنية والصحية وكل حاجة عشان أوصل لأقوى مستوى في التحدي ده كنت ناوي من 6 شهور، يعني من قبل ما أفتح القناة أصلا، بس يعني قلت أخلي الوقت قدام. وي يلا بينا نسيبكم على الفيديو. وي سو طبعا هنسمي العالم 1 minute أو نسموه ساعة، ونستنى العالم لحد ما يتنشأ. اوكي بنتظر لثلاث بنت في العالم، لقيت قرية في وشي وقررت اتجه ناحيتها عشان اهلي بقى يعني. بعد كده دخلت هات السيرة ده. اول شيء فتحته لقيت فيه بطاطا، تفاح، وتاني شيء لقيت فيه برضو كذلك تفاح وبطاطا. اوكي بعد كده بدأت أجمع في الخشب وحللت الخشب وبدأت أعمل في الكرافتن. بعد كده بدأت أعمل حطيت الكرافتن وعملت ستيك، وعملت اللي هو عشان أبدأ أجمع القمح. وبعد كده حللت القمح، عملت بريد، وبعد كده رحت دخلت على البيت ده وبدأت أجمع في الستون بتاعه بسبب إنه كان باني مخالف يعني. جمع ستون 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 ستون. بعد كده بدأت أعمل في الأكس، بس عملته بطريقة غلط. المهم عملت ستيك وبعد كده عملت الأكس، وهنا عملت البي أكس، وبدأت أجمع في ديرت عشان أبدأ أقتل الأيرون جولوم. وبعد ما قتلته أخدت الأيرون بتاعه وعملت الشيلد عشان أحتاجه، وقدام هنا قضيت الشيلد عشان أحتاجه. أوكي وهنا لقيت أول كهف في وشي، فقررت أنزل الكهف ده. طبعا في اللحظة دي لو هموت اعمل لايك، لو عايش اعمل اشتراك يعني. المهم ان انا عشت برضه مموتش ولا بدأت اكسر. هنا حفظت لي حفظة صغيرة عشان ابدأ احلل فيها واظبط دنيتي. هنا عملت كوب مية عشان اخد المية، لان المية هحتاجها جدا. وهنا الحمد لله كنت اخسر عالم، بس الحمد لله يعني ما خسرتهوش. اوكي وبدأت الف في الكهف كده عشان يجمع الايرون ده. اوكي اول حبة ايرون، هنا جمعت كام حبة ايرون تانية برضه. هنا كان في ستون عشان اقطع بيه، ولقيت كام حبة ايرون تاني هنا، وكان في كام حبة ايرون تانية. وهنا بدأت اطلع من الكهف لاني قلت كفاية كده اشوف كهف تاني يعني، وبدأت اطلع. انا كنت بقول كفاية كده. المهم وانا بنزل للأسف مت وخسرت العالم بتاعي، فقررت اني اعمل عالم تاني واخش سنة دي تحدي، وعدته من اول وجديد. اول حاجة بدأت اجمع في الخشب. بعد كده طبعا اوريكم، انا هخص عليكم كل حاجة عشان مبوظش عليكم. انا عملت الكرافتن وعملت الستيك وعملت الادوات المعروفة يعني، وبدأت في تجميع الخشب مرة تانية. ما بدأت اني اجمع في اول حبة الفحم عشان احتاجها. بعد كده عملت الأكس عشان لو لقينا موب أو أي حاجة نقدر نقتله. وهنا طبعا كنت طالع لفوق وبطلع عادي، لقيت نفسي وقعت ومت المرة التانية. قررت أعمل عالم تاني، وإن شاء الله العالم ده يعني أفوز فيه. المهم جمعت برضه خشب مرة تاني، و أنا حلت الخشب. كمان عملت أكس، بي أكس المرة الألف. والأكل كان مضمون عندي، وبدأت أجمع في الستون عشان أعمل أدوات ستون وأعمل الفرن. بس أنا عملت بي أكس الستون. وأنا كنت بنزل لتحت عشان كان في كاف. ومهم بدأت أجهز نفسي وعملت فرن هنا، وبدأت أحلل في البتاع. وهنا كنت بعمل شيلد بس مش عارف ايه هو ده، بس يعني المهم. وهنا إن شاء الله كنت ناوي إني أفوز يعني تحدي. ولو بدأت أخد في الأيرون عشان أحتاجه. المهم بدأت أشوف في الفرن ده عشان أمشي وأنزل كشف كشف كهف. هنا قررت إني ما كنتش عارف أعدي، لكن قررت إني أدخل في اللافا بعد كده في المية. حرفيا كان فضل قلبي وكنت أخسر العالم، لكن عملت حميت نفسي شوية
السكيلتون طبعا نزلت في ضرب في المنظر ده حرفيا، كان خلاص اخسر العالم بتاعي، لكن الحمد لله ربنا سترها. المهم جبت حبة الدايموند دي، جمعتها. بعد كده بدأت أحلل في الأيرون، وهنا لقيت حبة دايموند تانية، بس كنت بتأكد إنه يكونش في موبس حواليا عشان مخسرش العالم. المهم فوانا بمشي في الكهف كان في وحوش بالهبل بتمشي ورايا حرفيا، لكن الجهاز كان بيحمل في الشيكات وكان بيلاقي بطريقة مرعبة، لحد ما خسرت العالم بالمنظر ده. وللأسف أنا فشلت في التحدي، جربت 3 عوالم، حتى العالم التالت مت فيه بطريقة مش أنا اللي موتت نفسي فيها. وبس كده كون خلصت الحلقة. عارف طبعا إن أنا ما عملتش حاجة، لكن ده هو ده. يلا تشترك بالاشتراك، ويلا مع السلامة.